دعاء اتمنى انه الشرحين اللي صار وياك باختصار، الحاله اللي صارت وياك، وايضا حتى بعض الامور اللي كانت هي خفيه في بدايه حياتك، وضح لي اياها مع ضيوفنا الكرام حتى نقدر نوصل رسالتك لكل الفتيات اللي يتابعنا في هذه اللحظه. نعم، أنا كنت طالبة جامعية. تعرف احنا بحكم الجامعة اختلاط شباب وبنات. وصارت عندي علاقة بشخص ويانا بالجامعة. نعم. استمرت علاقتنا لمدة 2 سنين. بعد السنتين ظلينا نطب ونطلع. رحنا بمكان اختلينا ببحرنا ببيت أهله، كانوا مو موجودين. نعم. وصارت علاقة غير شرعية أنا وياه. كانت بإرادتك أنت؟ أي نعم بإرادتي، لأنه الكلام اللي هو أقنعني بأنه هو رايدني زواج يعني حتى حلف يمين. حلف يمين أنه أنا رايدك زواج بس نخلص جامعة أجي أتقدم لك. طيب. زين. بعد هذا يعني رجعت طبيعي للبيت وماكو شيء وظلينا على اتصال. ورا فترة شهر تقريبا أو 20 يوم اكتشفت نفسي يعني حامل. اتصلت بيه وقلت له. شنو كان ردة فعله؟ ما مهتم للموضوع. ايه سقطي لي الطفل وعود الله كريم لما نخلص الكلية عود اني اجي اتقدم لك. نعم. بعدها قلت له يعني شلون اسقط الطفل؟ ما عندي اي احد يعني اعرفه، لا اقدر اروح دكتورة ولا اي شيء. قال ما اعرف، انت تخلصي من هذا الموضوع. من بعدها حاولت اتصل بيه قام ما يرد، الكلية ما يجي. بنية صديقتي اتصلت بها وشرحت لها الموضوع، خفت انه احكي لاهلي. شرحت لها الموضوع. زوجها كان صيدلاني. نعم. جابت لي شريط حبوب. هذا استعمال يعني داخلي، يعني سقط الطفل. سويت له اجهاض للطفل؟ سويت اجهاض للطفل. ايش قد كان الحمل مالتك؟ كان مدة 2 شهر. طيب. نعم. تخلصت من الطفل ورجعت عشت حياتي طبيعية، بس أنا خايفة من هذا الموضوع بعدين ينعرف بين أهلي. كملت الجامعة، تخرجت، وراها تقدم لي شخص غريب. زين، وبإلحاح من أهلي طبعا إنه لازم أوافق. بعد شنو اللي وهم أهلك ما يعرفون باللي صار وياش نهائيا؟ ما يعرفون بالموضوع نهائيا. تمام. نعم. كانت هي هاي البنية من أقرب الصديقات إلي. سالفت لها الموضوع وطرحت علي هذه الشغلة إنه أكو كبسولتين زواج بساعة. زين. ويكون الموضوع كلش طبيعي يعني. نعم. فحصلت لي هذه الكبسولتين وتزوجت، وما كان عنده علم زوجي بالموضوع، ومشت حياتي طبيعية. نعم. وما كانت اكو مشكلة؟ ما كانت اكو اي مشكلة. طبعا في بدي حقيقة هذه الكبسولة اللي ذكرتها دعاء بخلال كلامها، اتمنى انه مصطفى تجيب لي طبعا الجلاس مال مي حتى تكون واضحة لكل الناس. هذه اعتقد انه دكتورة ربما تكون واضحة. هذه في يعني مختصر لهذا الموضوع. هذا الموضوع راح تغني الفتاة عن عمل غشاء بكارة وبنج ومشاكل من هذه التفاصيل. هذه الكبسولة حباية واحدة. صح استاذ علي، بس بجوز انت تقول هي شي حكي، بس يعني انه احنا نقول نرجع ونقول احنا غشاء البكارة كدولة إسلامية في الشرق الأوسط عندنا مهم غشاء البكارة، لكن برا بالخارج بأوروبا وأمريكا طبعا مو مهم. يفحصون أصلا هم غشاء البكارة يروحون. فلهذا السبب صنعوا أن هذه أصلا يروحون غشاء البكارة يتاجرون به ويضيعون قيمنا. صنعوا أن هذا، لهذا طبعا تعريجا على كلامك كونه مو مهم عندهم، صنعوا عندنا هذه الحباية وهذه الكبسولة إذا صح التعبير حتى يضيعون قيمنا مثل ما ذكر الشيخ. هذه الكبسولة كبسولة واحدة هذه تغني الفتاة من عمل غشاء بكارة وترقيع ومشاكل وبنج وهذه التفاصيل، وربما بسعر ربما يصل لكثير من المبالغ باعتبار انه هي محتاجة لهذا الموضوع. فهذه الحباية راح تكون هي آخر صرخات الطب بالفترة الأخيرة بهذا الموضوع. سابقا كان اكو غشاء صيني
وهسه حاليا هذه الكبسوله تضع في المكان المخصص وضعه، ثم يتم الاجماع، قبل الاجماع بساعه او بساعه ونصف، ما اعرف التفاصيل الموجوده، فبالتالي تفرز هي بودره موجوده في داخلها تتفاعل مع الافرازات المراه اللي موجوده في داخل جسم المراه، من ثم تخرج سائل اشبه بالنزيف الطبيعي للفتاه. راح نشوفها طبعا هنا لكل الناس حتى يكونوا واضحين. يعني عفوا استاذ علي، يعني الفكره مالتها انه يطلع دم، لانه احنا يريدون هم بس يشوفون دم، وهي ما راح تصير الغشاء نفسه، ما ممكن، فهم راح يلتهون بالدم وينسون الموضوع الاساسي اللي هو الغشاء. هذا اللون ماده حمراء، هذا حتى مو حمراء، يعني باللون نفسه حقيقة، يعني هم دقيقين جدا بصنعهم. هذه كبسولة يابانية استخدمت في اليابان، من ثم ذهبت لبلدان شرق آسيا، من بعدها دخلت لبلدان عربية. البلدان العربية بالذات الخليج العربي حرم أن تدخل هذه الكبسولات، وغرامة مالية وسجن باعتبار أنه تمس المهنة الأخلاقية للطبيب. والعراق ما بيسيطر، ولكن العراق ما بيسيطر، أصبحت مباحة بكل المذاخر والصيدليات. اليوم حقيقة كثير من البنات ربما يرتكبن هذه الخطيئة، ومن ثم تذهب إلى الصيدلية وتعمل اللي راح نعمله احنا، ويكون هو شاب هو الضحية بهذا الموضوع.